كل اليوتيوبر عملوا عنه مراجعه. هو انا ريحته وحشه؟ يلا بينا احنا كمان. معانا كنترولر جيم سير جي 7 برو. اول حاجه في العلبه هتلاقيها هي الدراع، وعشان تشغل الدراع بتدوس ضغطه واحده على زرار اكس بوكس، والفخامه بتاعت عصايه الانالوج عمرها ما هيحصل معاك مشكله الستيك دريفت. ولو مش فاهم يعني ايه، دي مشكله مشهوره بتحصل في الدراعات. كان بيبقى فيه سنسور معدن او بلاستيك تحت عصايه الانالوج، فانت لما تفضل تحرك الزرار بيتاكل مع الوقت بسبب الاحتكاك، وساعتها لما تيجي تلعب جيمز تلاقي اللعبه اتحركت لوحدها وانت مش لامس زرار الانالوج. عشان كده شركه جيم سير طورت الدراع وعملته ان هو يشتغل بمغناطيس، وده معناه مفيش تاكل ومش هيحصل مشكله الستيك دريفت. والدراع فيه 4 زراير زياده، زرارين في الظهر بيعملوا صوت زي تكه الماوس، وزرارين تحت في قاعده الدراع. الازرار دي تقدر تبرمجها عن طريق برنامج جيم سير نكسس، وتقدر تحمله من برنامج مايكروسوفت ستور. وعشان ما تدوس سرعات على الزراير الاضافيه دي، لو جينا سحبنا الزرارين الصغيرين دول هيعطلوا الزرارين الاضافيه، وده عشان ما تدوس عليهم بالغلط وانت بتلعب. وهتلاقي زرارين صغيرين فوق لو قفلتهم هتخلي زرار التريجر ضغطه قصيره، وده عشان لو بتلعب العاب تصويب وعايز ضغطه سريعه. وعندك اشكال اضافيه للاسهم تغيرها حسب الجيمز اللي بتلعبها. والوش بتاع الدراع بيكون مغناطيسي فتقدر تشيله في اقل من ثانيه، وبيكون شفاف وبصراحه شكله جامد قوي. والدراع ده تقدر تشغله على البي سي وايرلس عن طريق الدونجل ده، وتقدر تربطه على الموبايل عن طريق بلوتوث. اما بالنسبه لو تشغل الدراع ده على اكس بوكس فللاسف ما بيشتغلش غير بالسلك بتاعه، واللي هو طوله 3 متر، لان شركه اكس بوكس حاجزه خاصيه الوايرلس للدراعات اللي هي بتصنعها بنفسها. ولو عايز تشحن الدراع هتلاقي في العلبه قاعده الشحن، فده احسن حاجه انك مش هتحتاج تشتريها منفصله، وكمان تقدر تفك القاعده وتركب فيها الدونجل. وكمان الشركه مدياك اشتراك شهري مجاني على موقع الجيمز اكس بوكس. علشان تستخدم الاشتراك هتخربش الكود اللي على الكارت، وبعد كده لازم تعمل اكونت جديد على الموقع، ورابط الشراء والسعر تحت في الوصف. عايز اكتر من كده؟